أحد أسباب الاكتئاب. وقبل الاكتئاب قلق، توتر، اكتئاب، تتفرع الحياة، ضيق، حزن، خوف، قلق، رهاب، سمه اللي تسميه، وسواس قهري، أمراض عديدة معظمها اللي يقول كيمياء المخ، واللي يقول شيطان، واللي يقول عين، وهي الحقيقة ضعف العلاقة مع الله. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كم قصر كان يملك؟ كم قصر؟ كم جنة؟ كم مليار؟ هو الذي لو أراد أن يجعل الله جبل الصفا ذهبا لقلبه الله ذهبا، ومع ذلك قال والله والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم. ترى الآن أننا خايفين من الفقر، وترانا نشتغل 14 ساعة خايفين من الفقر، والحبيب يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وإن في بيوتنا وشققنا لو تسجن واحد شهر وتفتح الباب بعد شهر تلقاه قد سمن من النعم اللي عندهم بدون ما يطلع. نعم، نحن عندنا أرزاق مو لعام بل لأعوام. والله عندنا أرزاق تكفينا إذا هو ستر العورة وشبع البطن وأمن في مكانك، اللي عندك في بركة. لكن خايفين من الفقر وخايفين. ولذلك إذا جعل الإنسان الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله. أحيانا قلوبنا متشتتة يا أخوان، السعادة بعيدة، خايف من كل شيء، وخايف على الأبناء، وخايف من المرض، وخايف من أيبولا، وخايف من انفلونزا الخنازير، وخايف من يفصل من العمل، وخايف وهو يصلي كل يوم ويقف إياك نعبد وإياك نستعين. أعطني أذن هذا، كذبت والله لا عبدت ولا استعنت به. لو كان الاستعانة حقه والعبودية حقه ما يخشى عبد أن يضيع في رزقه في الدنيا، والذي خلقه أجرى عليه الرزق في رحم أمه 9 أشهر لا يدري أين هو. وقلت في محاضرة قديمة أعود، نحن أليس في بطوننا حفرة؟ الحفرة هذه اللي في بطني وبطنك، الحبل السري هذا، تذكرك أن الرزاق هو الله. ليه؟ لأنه كان يرزقك معها، فلما انتهت 9 شهور قطعناها وربطناها وفتح الله لك بدل طريقين، حليب من ثديين سقائين. اللي ما ضيعنا في حجور أمهاتنا وأرحام أمهاتنا يضيعنا لما أنشابت اللحى وكبرنا وأخذنا ماجستير وثانوي ومتوسط. هذا أحبابي